أما بعد، متقاعدين الجيش واش يقول لك؟ يقول لك كنا في الصفوف الأولى نحارب الإرهاب. السؤال المطروح منهم الإرهاب، الدرك دايرتهم فرنسا، روحوا نقطة واحدة غير بالتي هي أحسن. مدينة العطاف، ولد العلوش، ابن العلوش، ولد العلوش، مختاري باباه كان قيادة في الدرك في زمن الاحتلال الفرنسي، هو مشارك في قتل الاب تاعي وصاحبه. هذه نقطة. وليده واش راه يخدم؟ حاكم بيان بيجي الشرطة في العطاف. هذه نقطة. الحركة قابضين القيادة، متقاعدين الجيش الحركة يقول له الإرهاب. ولجا ضابط من ضباط العسكر هو اللي اختل أصحابه، هو اللي اختل لنا الإخوة. بن حليمة بركاني هو اللي اختل الجنود الاحتياطيين في موصايا، وكون الأقارب تاعهم ضد جماعتنا. من هم الإرهاب؟ حارس بلدي إرهابي، الباتريوت إرهابي، القايد صالح إرهابي، شنقريحة إرهابي، متقاعدين الجيش إرهاب. والرأي العشرية السوداء زروال واش قال؟ قال نجعل في مقابرهم مجازر واستئصال الإرهاب من جذوره. قتل درمت زرفي بن طلحة، درمت زرفي عين دبلة، درمت زرفي في بطحية، درمت زرفي سنجاس، درمت زرفي كل مكان. هنا أطالب المحاكمة والمحاسبة على كل الجرائم. زروال لما انا طلبت التعويضات، اشرع علي بن الحاج، علي بن الحاج قال ما نستحقوش التعويضات. انا اللي تأسست في الامر نلقى مشري من زروال. علي بن الحاج واش قال؟ قال لا ما تديروش كيما زروال، تمشوا بدون حراسة. زروال مجرم من المجرمين، زروال مجرم من المجرمين. والإخوة عندهم الحق قاعد يطالبوا على المحاكمة ويطالبوا على التعويضات. احنا لسنا إرهاب ولا لسنا تكفيريين ولا لسنا خوارج.